السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون السائل اللي هنعمله مع بعض النهارده بجد تحفة. شوفوا كمان لونه عامل ازاي وتقله. انا ركنته كده حوالي ساعتين ثلاثة لغاية ما برد شوية. بجد تحفة، وعاملينه من صابون بلدي وعاملينه من قشور البرتقال والليمون. بجد تحفة بجد. وكمان لما تركنوه لتاني يوم هيتقل اكتر من كده. بصوا تقله اصلا عامل ازاي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. وريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. هنشوف مع بعض بقى الرغوه بتاعته. لحظه واحده. اهو يا حبايبي دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي. وهناخد شويه من الصابون اهو، هناخد شويه صغيرين كده اهي. تمام. سبونشه فاضيه اهي. تمام. رغوته حلوه قوي قوي بجد. رغوته تحفه. الصابون ده يا ريت تجربوه بجد روعه. الرغوه بتاعته تحفه ان شاء الله. هنشوفها اهو مع بعض. بصوا اصلا بجد رغوته تحفه تحفه. بصوا بجد رغوته عاليه بجد، وهتخلي المواعين بتاعتك زي الفل. ايه رايكم بقى في رغوته اهو؟ لا بجد يا جماله يا جماله يا جماله. ايه رايكم بقى؟ يعني الرغوه بتاعته كمان هتنزل مني بصي من الطبق. بصوا ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ اهي زي ما انتم شايفين كده اهي رغوته عامله ازاي. تحفه بجد، مفيش اجمل من كده بقى. اهي زي ما انتم شايفين قدامكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ادي الرغوه بتاعته عامله ازاي والصابون بجد تحفه. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا وصفتنا حبايبي هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا ده كان صابون فصل مني. بصوا فطبعا انا ما رمتوش عشان ايه، هنظبطه مع بعض اهو. بس هرفعه على النار. لحظه واحده. اهو يا حبايبي انا كده رفعته على النار. ده صابون بلدي. تمام. اهو يا حبايبي انا كده حطيت الصابون وهقلب كويس. انا هدوبه كده وارجع لكم. بصوا يا حبايبي تقل ازاي. بصوا داب خالص. هيبقى جميل ان شاء الله. بعد كده هحط صابون سايل اهو. هنعمل احلى صابون سايل مع بعض. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي. انا كنت عامله الوصفه دي، يعني كنت هعملها وصفه متعدده الاغراض كده. كنت عامله الوصفه دي متعدده الاغراض، يعني كنت عاملها صابون يعني نغسل بيها مواعين، نعمل بيها اي حاجه، يعني حاجات كتير. شوفوا تقول لها بقى هي فصلت مني. كنت حاطه لها برده نص صابونه بلدي، ودلوقتي حطيت لها برده نص وحطيت صابون سائل. حلوه قوي الوصفه دي. لحظه واحده بقى هزود شويه ميه. اهو يا حبايبي احط ميه كده. انا حاطه حوالي نص لتر صابون سائل. عايزه تزودي اللتر مفيش اي مشكله. بصوا اصلا تقولها بقى عامله ازاي تحفه، ولسه محتاجه تاني. انا هحتاج كده احطها اصلا في طبق اكبر من ده. انا هطفي عليها النار بقى وارجع لكم. بس قبل ما اطفي يا حبايبي دي معلقتين سكر كده اهو عشان الرغوه. وهقلبهم هدوبهم كده. انا كده بقى ايه هطفي عليها النار وارجع لكم. اهو يا حبايبي انا جبت كده الطبق ده وهفضي فيها الصابون اهو. بصوا جميل جدا بقى عامل ازاي. تحفه بجد. كان فصل خالص، لا اوعي ترميه لو فصل منك. شوفوا عامل ازاي تحفه تحفه. اه يا حبيبي انا كده هحط ميه تاني. ده الطبق اللي كان مطرح الصابون، دي ميه عاديه خالص من الحنفيه، بس هو عامل رغاوي مطرح الصابون ده اهو. وهقلب ده كله. بصوا حاطه ميه قد ايه ولسه تقيل. انا كده حطيت عليه ميه عاديه خالص من الحنفيه وهقلب كويس. انا هحط ميه تاني اهو. ما شاء الله الوصفه بجد بتاعتنا وتقيله لسه. الوصفه دي اصلا كانت فصلت مني. كنت حاطه لها نص صابونه بلدي، وكنت حاطه عليها قشور ليمون وبرتقال، بس كانت فصلت مني.
فما رميتهاش وقلت اعمل بيها صابون سائل للمواعين، بجد روعه. بصوا يا حبايبي، انا جايبه كده ربع كوبايه ميه، وهحط فيها معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم، اللي هي بتاعه الطعميه، كربونات اللي هي بتاعه الطعميه اهو. تمام، هدوبها كويس وهحطها على الصابون وهقلب. بصوا هو تقيل لسه. بصوا انا هحط لها ايه صابون سائل كده مع كوبايه، مش عايزه تحطي اصلا ما تحطيش، رغوته اصلا هتبقى تحفه، وهو كمان تقله حلو. بصوا هي الوصفه بتاعتنا كده يا حبايبي خلصت. ده اللون، بجيبه بودره كده بحط عليه ميه، بدوبه في الميه عشان ما احطوش جوه الصابون ويكلكع مني. تمام. طبعا انت عايزه تزودي كمان ميه، عايزاه خفيف تقيل، ده يعني براحتك خالص. تمام، هو تقيل بس انا بحبه تقيل كده. يعني عملنا كميه حلوه قوي. ايه رايكم بقى في اللون؟ لون حلو قوي. احط كمان شويه كده. اللون ده بتجيبيه من عند بتاع المنظفات، ما لقيتيش بقى اللون عند بتاع المنظفات ممكن من عند العطار تجيبي لون طعام، في الوان طعام كده برضو بتتباع عنده. هنشوف التقل مع بعض. انا زودت للصابون شويه ميه يا حبايبي عشان كان تقيل قوي. بصوا تقل عامل ازاي، تحفه بجد، روعه روعه. مفيش اجمل بقى من كده، يا جماله يا حركاته بقى يا تكاته. ايه رايكم بقى؟ بصوا تحفه بجد، مش هنجيبه كده من بره بجد، وعاملينه بامكانيات حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين الصابون البلدي اصلا في التنظيف عامل ازاي، بجد روعه، وعاملينه باقل تكلفه، بجد حلو قوي قوي. ان شاء الله ينول اعجابكم. بصوا وعاملين كميه يعني ما شاء الله حلوه اهي. بصوا وهتخلي المواعين بتاعتك زي الفل. يا ريت تجربوا الوصفه دي، تحفه بجد، روعه، مفيش اجمل بقى ولا احلى من كده. ايه رايكم يا حبايبي؟ يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك. بصوا ولونه كمان تحفه. طبعا انت مش ما عندكيش لون ومش حابه تحطي، مفيش اي مشكله خالص. بصوا لونه حلو قوي. طبعا انا بحط اللون عشان الفيديو. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ولسه ما يبرد خالص هيتقل اكتر من كده. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.